السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. النهاردة هنعمل مع بعض الكنافة. عملتها لكم قبل كده بالكريمة، والنهاردة ان شاء الله هنعملها بطريقة جديدة وهتبقى سهلة جدا ان شاء الله. بالنسبة هنعملها النهاردة بالكريمة برضو. انا عامله لكم الكريمة قبل كده او القشطة الكدابة، وهنحط برضو فيها جزء من المكسرات. لو انتوا حابين بقى تستبدلوا حاجة في الاتنين دول ممكن تعملوها، وفي ناس كتير بتعملها بالمكسرات بس وتطلع حلوة جدا. هنعمل النهاردة كنافة الفنجان، بتبقى سهلة وبسيطة جدا. كل اللي بنعمله بنجيب الكنافة بالشكل ده وبنمسكها نفتحها كده من بعضها، بس بنفلفلها شويه كده من بعضها وخلاص. ده كل اللي بنعمله. انا طبعا عاملاها شويه قبل ما ابدا اصور معاكم علشان ما اطولش عليكم. خلاص. وبعدين بنجيب بقى اي فنجان عندكم حسب الحجم اللي احنا عايزينه. عايزين بالفنجان بتبقى بالحجم ده ماشي، عايزين تبقى صغيره شويه ممكن نعملها بالفناجيل بتاعه القهوه الصغيره دي. هنعمل فيها ايه؟ بسيط جدا. هنمسكها زي ما هي كده، احنا طبعا مفتحينها من بعض. بنجيب اول جزء كده من الكنافه اهي، ونحاول نعمل لها زي تجويف كده، معلقه صغيره من الكريمه، وهنضيف لها بقى جزء كده من المكسرات، وهنجيب بقيه الكنافه بتاعتنا. هنغطي بقى كل الحشوه اللي احنا حشيناها في الفنجان، ونحاول نضغط كده كده، نشيل كل الزيادات دي ونحاول نضغط كده. طبعا المكسرات كل واحد حسب ما بيحب. ممكن فول سوداني لو احنا ما عندناش مكسرات، وبنحط له زبيب جوز هند وبتبقى حلوه جدا برضه. كل واحد حسب ما يحب. اهي بنضغطها حلو قوي اهي، لان لو احنا عملناها بالشكل ده جينا نقلبها مش هتتقلب معانا بسهوله. لكن لو احنا ضغطنا عليها كده وبعدين هي بنحطها في الصينيه كده، في الصينيه اهي، ونضغط كده. هوريكم برضو طريقه تانية هتبقى اسهل بكتير. هنعمل كده برضو، هنحط جزء تاني، هنحط برضو جزء من الكريمه اهي، وبعدين هنحط لها برضو جزء تاني كده من المكسرات اهي، وهنحط تاني برضو كنافه، وهنقعد نضغط عليها اهي. احنا عملنا الجزء الاولاني وحطيته لكم في الصينيه اللي احنا شغالين فيها. ممكن نعملها كده وهتطلع معانا برضو بسهوله. انا خلاص عملتها وهجيبها هنا بقى، هنحطها جنب التانية. اعمل معاكم واحده كمان وخلاص. على كده انا هكمل بقى الجزء كله اللي عندي، وبعدين هجيب لكم بقى الشكل النهائي للقالب اللي احنا عملناه مع بعض اهي. لازم نخلي لها كده تجويف، وبعدين هنحط لها برضو معلقه من الكريمه، وهنحط لها برضو معلقه من المكسرات كده، وبعدين هنحط الكنافه. لو انتوا برضو زي ما قلت لكم في الاول حابين تحطوا حاجه من الاتنين هتبقى حلوه جدا برضو بالمكسرات. برضو بالمكسرات، بس انا عملتها معاكم السنه اللي فاتت بالمكسرات كانت حلوه جدا اهي. وهضغط حلو اهي، سهله جدا اهي كده. وخلاص هنطلعها اهي. لو احنا حاسين ان هي ممكن تلزق معانا في الفنجان ممكن نحط لها رشه بسيطه خالص من السمنه اللي احنا هنحطها على الوش، لو انتوا حابين. بس لو انتوا حاسين ان هي ممكن تلزق معاكم اهي، لازم نعمل التجويف ده كده فيه. اهي طبعا هي بتطلع معايا بسهوله. هوريكم برضو طريقه تانية لو احنا حاسين ان هي ضايقتنا واحنا بنطلعها نعملها ازاي. هنعملها كده وممكن نروح لفينها كده اهي، تطلع معانا برضو بمنتهى السهوله اهي. لو احنا حاسين ان هي ممكن تضايقنا واحنا بنطلعها من الفنجان، وهنحطها جنب الوحدات التانية اللي احنا عملناها. خلاص انا بعمل لكم بقى كده اخر واحده عشان ننهي مع بعض الفيديو اهو. زي ما اتفقنا بنجوفها كده من جوه، وبنحط لها معلقه من الكريمه.
وبنحط لها معلقه من المكسرات. وهنكمل بقى هنقفلها ببقيه الكنافه كده. نجيب الاطراف وزي ما اتفقنا لو احنا حاسين ان هي ممكن ما نعرفش نتحكم فيها هنحط جزء من السمنه في الفنجان ونبدا على طول نشتغل. وفي طريقه تانية برضو حلوه ممكن نعمل كده، وهي بصوا بتلف معايا ازاي اهي ونطلعها كده. زي ما انتم شايفين اهي، حلوه جدا وسهله وفكره جديده للكنافه. دلوقتي هندخلها الفرن على درجه حراره 220 وبعد كده هنسقيها بالسيرب ونشوفها مع بعض. شايفين بقى التسويه بتاعت الكنافه طالعه حلوه ازاي؟ شايفين حلوه جدا. انا سقيتها بالسيرب، واخده سيرب وكمان شربت السيرب بتاعها كله من الصينيه. حلو جدا على فكره اهو، كلها بالشكل ده بصوا، متماسكه جدا، حلوه قوي، مفكتش مننا ولا اي حاجه. وممكن بقى نحط لها بقى اي مكسرات عندنا ونقدمها بقى في طبق التقديم. فكره سهله جدا الكنافه دي، وكمان بتقعد عندنا فتره، ممكن نحطها في علبه من علب التقديم كده ونخليها، واثناء التقديم ما بيجرالهاش اي حاجه. بس لو احنا هنعملها بالشكل ده وهنركنها شويه ممكن نعملها بالمكسرات بس ما تبقاش بالكريمه، تقعد فتره طويله ومش هيجرالها اي حاجه ولا هتبوظ. نحطها بقى في الطبق اللي احنا هنقدم فيه، اي طبق عندنا. ظريفه من الحلويات الخفيفه ان شاء الله هتحبوا تجربوها بنفسكم. اهي نرش عليها بقى المكسرات بتاعتنا قبل الفطار كده وتبقى جاهزه اهي. اهي اي مكسرات سوداني اي حاجه هتبقى حلوه جدا من الحلويات ان شاء الله اللي هتعجبكم وهتبقى قيمه جدا لما تقدموها لما يكون حد موجود. جربوها بقى ان شاء الله. حبيت اوريها لكم برده بعد ما خرجتها من الفرن وسقيتها بالسيرب علشان اوريكم قد ايه بتبقى الحلويات دي حلوه جدا. مش هتندموا ان شاء الله لما تعملوها. اشوفكم على خير، كل سنه وانتم طيبين، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.